هلو بنات، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير. مثل ما تشوفون الفيديو عبارة عن حلا بارد سهل وسريع وطيب، أنصحكم تجربونها لأن راح هواي يعجبكم. الحلا عبارة عن 3 طبقات. الطبقة الأولى خليت بسكت، عندي هذا البسكت العادي بسكت الشاي، تقدرون تضيفون أي طبقة من البسكت أو أي نوع من البسكت متوفر عندكم. وراح أسوي الطبقة الثانية اللي هي شعرية باكستانية، راح أسهيها على النار. هنا أنا ضفت زبد ذوبتها وبعدين ضفت الشعرية، راح أبقى أحرك بها لأن يتغير لونها وتصير مثل تاخذ لون ذهبي، وبعدين أرفعها من النار وأضيفها على البسكت من بعد ما تبرد. هنا مثل ما تشوفون تغير لونها، وراح أرفعها على النار من بعد ما أضيف لها دارسين. الدارسين ينطيها طعم كلش طيب. تقدرون تضيفون هيل إذا حبيتوا، بس أنا ما ضفت لأن أشوفه ما يحتاج. هسه راح أخليه على البسكت وأبدي أحضر الطبقة الثالثة. مثل ما تشوفون البسكت أبد ما خليت له أي سوائل، لأن راح أضيف الطبقة الثالثة وهي حارة، فراح البسكت ياخذ من الحرارة والسوائل من الكاكاو، فراح يصير طري، ما يحتاج يعني أنقعه بالحليب. هسه هنا راح أسوي الطبقة الثانية. ضفت هنا ربع كوب من النشا، راح أنخله وأضيف ملعقتين من الطحين وربع كوب من الكاكاو، وراح أنخلهم على مود أتخلص من التكتلات اللي بالكاكاو أو الطحين والنشا. شوف هاي التكتلات بقت بالكاكاو، يعني لو أضيفها بدون نخل راح يصير قوام، ما راح يطلع القوام اللي أنا أريده، وراح تبقى تكتلات بالكريمة. هنا أنا ضفت نص كوب من الشكر، وراح أضيف 2.5 كوب من الحليب كامل الدسم. إذا ما متوفر عندكم الحليب السائل تقدرون تضيفون حليب باودر. الكل كوب من الماء تضيفون خاشوقة أكل من الحليب الباودر، تخلطونهم على البارد وبعدين تضيفونهم للمكونات. هنا أنا حركتهم على البارد وبعدين خليتهم على النار، بالبداية نار متوسطة، من بعد ما بدأ يفور خليته على نار هادئة وبقيت أحرك بيه، يعني أبد ما تركته. مثل ما تشوفون بدأ يدخن. هنا أنا ضفت قطعة من الكاكاو الحلو تقريبا 100 غرام، وهنا قطعة من الزبد هم تقريبا 100 غرام، وبقيت أحرك بيهم إلى أن حصلت على القوام اللي أنا أريده. صار قوامه مثل الكاستر أو المحلبي. بعدين رفعته من النار وخليته يهدأ، بعدين ضفته على البسكت والشعرية الباكستانية. هاي الكريمة اللي سويتها تقدرون تضيفونها للدونات أو تزينون بيها الكيك، طعمها كلش طيب. هنا أنا ضفت الطبقة الثالثة من بعد ما شوي دفت. تقدرون تزينونها بأي زينة متوفرة عندكم. أنا بس برشت فوقها كاكاو وخليتها بالثلاجة تقريبا بقت 2.5 ساعة إلى أن تماسكت كل المكونات، والطعم ما أقولكم عليه كلش طيبة. القوام كريمي وناعم ويذوب بالحلق ذوبان. أنصحكم تجربون هاي الوصفة، وهاي الطريقة مالت الكريمة تنفع لكل المعجنات.
وهذا شكلها من بعد ما طلعتها من الثلاجة. برشت عليها كاكاو. حلا رمضاني بامتياز، أنصحكم تجربون هاي الطريقة، إن شاء الله يعجبكم الفيديو. لا تنسوني باللايك والاشتراك. مع السلامة.